السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل التوزيعات القمر دي. هنعمل 3 افكار تحفه، والتلاتة احلى من بعض وبخامات بسيطه، كلها من ورق الكانسون، مش هنستخدم حاجه تانية زياده. اول حاجه انا هجيب الباترون ده انا قصاه على ورقه تقيله شويه. انا كنت طابعاه من موقع بنترست، بس زودت عليه الدايره اللي انا وريتها لكم دلوقتي، لان لقيته صغير. لو عايز تعمليه زي ما هو هيبقى صغير شويه، لكن لو عايزه تعمليه بالحجم اللي انا عاملاه ده يبقى هتزودي الدايره دي في الجناب. بعد ما رسمت الباترون على ورق الكانسون هبدأ اقصه بالشكل اللي انتوا شايفينه، واعمل الفتحات الموجودة فيه. فرغت الدوائر وبعد كده فرغت الجزء المستطيل زي ما انتوا شايفينه، قصيته بالقطر هيتفرغ معاك بكل سهولة. ورق الكانسون شغله تحفة قوي. بعد كده هجيب المسطرة وهبدأ اتني ال4 زوايا بالشكل ده، علشان لما تيجي تقفليها تبقى معاكي مظبوطة. وابدأ اقفلها تبقى معايا التوزيعة كده. هجيب جزء من الستيكر مقاسه 5 في 5 مربع، وهبدأ اثبته على ورق الستنسل عشان يبقى معايا جامد كده وواقف وشكله حلو. وبعد ما قصيته ثبته على ورق كانسون اسود، بس مقاسه بيكون زيادة حوالي نص سنتي من كل جنب عشان تدينا الشكل اللي انتوا شايفينه. مرة ثبت الكانسون الاسود من فوق وعملت الجزء الذهبي من تحت، ومرة ثبت الجزء الذهبي من فوق وعملت الكانسون الاسود من تحت. توزيعات شكلها قمر، ولسه كمان لما تتزين هيبقى شكلها احلى. هتعمليها بورقة واحدة من الكانسون، بتتباع ب65 و70 جنيه في المحلات. جبت جزء من الاستيكر الذهبي ده، وجبت الرسومات، رسمة الكاب ورسمة الرسالة، وبعد كده هرسم حبة نجوم حواليها وهبدأ اقصها. هفرغهم كلهم بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يا ريت يا حبايبي ما تنسونوش باللايك، جزاكم الله كل الخير. بعد ما فرغتهم بالشكل ده شكل الكاب على الاستيكر، وبرده ثبته على الستنسل. والنجوم شكلها بقى حلو قوي، شكلهم بقى تحفة. وعملت كذا شكل من الرسالة، جزء متفرغ وجزء لا. التوزيعات شكلها بقى قمر. وجبت لها الشراشيب دي، الشرشوب دي بتتباع ب3.5 في المنشية لو انتوا من اسكندرية، زنقة الستات. وعملت كمان التوزيعة الذهبي دي تحفة، شكلها حلو قوي لو انتوا مش عايزين الاسود. وثبت عليها الاستيكرات دي. الاستيكرات دي ان شاء الله هنزلها لكم على صفحة الفيسبوك. كل الرسومات اللي موجودة هنا هتلاقوها ان شاء الله على صفحة الفيسبوك. يا رب تكون التوزيعات عجبتكم. يلا بينا على الفكرة التانية. جينا للفكرة التانية دي، ورقة A4 مقاسها بيبقى 21 في 29. انا قصيت منها 1 سنتي فبقيت معايا 21 في 28. هبدأ اخد ال21 3 في 7 ب21، يعني هعمل كل المربعات 7، يعني كل مسافة ما بين التانية 7 سنتي. ويفضل معاكي 1 سنتي في اخر الورقة، ده ال1 سنتي. وهبدأ اعمل علامات في الجنب التاني من الورقة، وبعد كده هبدأ اوصلهم ببعض. هوصل 1 سنتي وبعد كده هعمل مربعات كلها، هتبقى معايا كلها 7 سنتي. هجيب المسطرة وهبدأ اتنيهم. هتني كل العلامات زي ما انتوا شايفين، كل العلامات اللي انا اخدتها. ممكن تحدديها بظهر القطر عشان تبقى واضحة معاكي. حددت كده العرض، هحدد الطول عشان تبقى المربعات كلها باينة. بقوا معايا بالشكل ده. هاجي عند مربع واحد واقص منه الجزء بتاع ال1 سنتي، وهبدأ احدد بالمقاس الاجزاء اللي جنب منه بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هجيب قطعة من الدبل فيس واثبتها على ال1 سنتي اللي فاضل، وهثبت طرفين الورقة بالشكل ده. هجيب قطعة من الدبل فيس وابدأ اثبتها على الجزء اللي انا قصيته في الاول علشان اعمل القاعدة بتاعة التوزيعة. هبدأ اثبت كده واحدة واحدة لحد ما اخلص اخر جزء فيها. خلاص انا كده قفلتها، بقت معايا بالشكل ده. هجيب اي جزئين متقابلين وهبدأ اضغط عليهم بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان يتقابلوا مع بعض. بعد كده هعمل فتحتين بالخرامة في الجزء اللي من فوق بالشكل ده. معايا الاستيكرات دي، هبدأ اجيب الاستيكرات كده واختار اللي انا عايزة اثبته.
انا قصيت دايره من الاستيكر الذهبي وجبت الاستيكر اللي انا طبعاه وبدات اثبتهم فوق قلب بعض، فبقى معايا بالشكل ده. اداني شكل جمالي ليه حلو، بقى لونه ذهبي على الجناب كده. ممكن تثبتي من فوق بالشكل ده، ممكن تثبتي الصور بتاعت الاشخاص، تثبتي البنوته الحلوه دي. هجيب شريط الدانتيل الرقيق ده وهبدا ادخله في الفتحات اللي انا عملتها بالخرامه، وهعمل منه الفيونكه الجميله دي. شكلها بقى تحفه. وهبدا كده اقص الجناب عشان يبقى شكل الفيونكه حلو كده. انا خلصت التوزيعات، بقى شكلهم تحفه. بس لسه هضيف جزء صغير كده، لو حابه تعمليه هيدي شكل جمالي كده للتوزيعه. هجيب قطعه من الدبل فيس بالشكل ده واثبتها، واجيب قطعه من شريط الدانتيل وهبدا اثبته بالشكل ده. وبعد كده هثبت على الرسمه او الدايره اللي انا حباها. هيبقى معايا التوزيعه شكلها قمر كده. في الاول كانت حلوه ودلوقتي بقت احلى. ولو مش حابين اللون الاسود ممكن تعملوها بالورق الملون، بس كده شكلها تحفه وغير مكلفه بالمره. يا رب تكون الفكره عجبتكم وما تبخلوش عليا باللايك. جزاكم الله كل الخير. والفكره الثالثه دي توزيعه سهله وبسيطه، هتعمليها جزء من الورق صغير. انا كنت طابعه ورقه وعامله منها فكره وفاضل معايا جزء صغير. هبدا اتني حوالي 1 سنتي من الجنب واثبت عليه الدبل فيس. بعد كده هشيل ستيكر الدبل فيس وهبدا اثبتها في قلب بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. ثبتها حلو بالشكل ده. بعد كده هجيب قطعه من الدبل فيس وهبدا ادخلها في قلب التوزيعه كده من جوه. ممكن تلزقيها بشمع او تلزقيها بغيرها. هبدا افتحها بالشكل ده واحط في قلبها الشوكولاته اللي انا عايزاها، وهثبت قطعه من الدبل فيس في الجنب التاني وهبدا كده اقفلها. هتبقى معايا بالشكل ده كده. هي خلاص يعتبر كده خلصت. شكلها جميل وتحفه. لو عايزه تسيبيها كده، لو عندك مقص مشرشر ممكن تمشي على الجناب هتديها شكل حلو، او تقصيها زي ما انا بقص كده. هتعملي شرشره بالمقص العادي هتديها شكل جمالي ظريف. توزيعات كلها حلوه وتوزيعات كلها بسيطه وغير مكلفه وشكلها جميل. بتتباع بره باسعار غاليه. ممكن نعملها ونفرح زمايلنا وحبايبنا واصحابنا. بحاول اجيب لكم افكار بسيطه وسهله وغير مكلفه. يا رب تكون الافكار كلها عجبتكم، تكون التوزيعات كلها حلوه وسهله، ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. ما تنسوش يا حبايبي تدعموني باللايك. جزاكم الله كل الخير، واستنوني في فيديوهات تانية جميله وافكار تانية حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.